السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا أمارات؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهاردة الفيديو بتاعنا مميز جدا جدا. هنعمل النهاردة البانيه بكل أسراره، وأقولك ازاي يطلع معاكي مقرمش، وكمان الكفر بتاعه ما يطلعش من البانيه نفسه حتى لو كان في الزيت. كل الخطوات في الفيديو، كملي الفيديو للآخر عشان تعرفوا كل التكات. أول حاجة هجيب كده بصلاية وسط، هبشرها ناعم جدا جدا. كل اللي انا محتاجاه المية بتاعته. تمام. هجيب اي مصفى كده واصفيه كويس جدا جدا بحيث ان انا اخد المية كلها بتاعة البصل. تمام كده. هضيف كده الملح المظبوط، وما تكتريش الملح عشان ما يمررش منك. هضيف كمان نص معلقة صغيرة كده من السبع بهارات، وهضيف كمان نص معلقة صغيرة كده او اقل من الفلفل الاسود. تمام. هنزل كده بالفلفل. معايا كمان بضاية واحدة. طب انت هتستخدمي قد ايه من البانيه؟ هستخدم بالظبط نص كيلو. لو انت هتستخدمي كيلو من البانيه يبقى هتزودي كمان بيضة. تمام. هقلب كل المكونات وهضيف كمان اللبن. طب انا لو ما عنديش لبن ممكن تضيفي مية، مفيش اي مشكلة خالص. هقلب كل المكونات كويس جدا جدا بحيث ان كله يختلط كده ببعض. معايا هنا نص كيلو من البانيه. البانيه بتاعي غسلته كويس جدا بالمية والليمون والملح، غسلته كويس جدا جدا. هاخد البانيه بتاعي وابتدي ان انا انزله في الخلطة اللي انا عملتها. تمام. الخلطة دي لازم يتساب فيها لمدة ساعة او ساعتين، 3 ساعات بالكتير. يعني بعد ما اخلص كده واحطهم في الخلطة دي هبتدي ان انا اسيبهم لمدة ساعة او ساعتين في التلاجة، بحيث ان البانيه يشرب من الخلطة ويبقى ريحته كده وطعمه حاجة كده ما شاء الله. عندي هنا كمان الفيجيتار. طبعا هاتي فيجيتار يكون نوع حلو جدا، يكون فاتح بالشكل ده. تمام. هحط كمية كويسة كده في الطبق، وابتدي ان انا امسك البانيه بتاعي، وابتدي ان انا اغلفه كويس جدا جدا بحيث ان اغطي كل البانيه بتاعي. تمام كده. واي زيادات هشيلها منه. هبتدي ان انا اغطسها كده بالبقسماط. لو عندك بقسماط مفيش اي مشكلة خالص، زودي عليه فيجيتار، يعني ممكن تحط الاتنين مع بعض. تمام. هبتدي ان انا كده اجيب طبق، وابتدي ان انا احط فيه كيس تلاجة واحطه فيه. طب انت حاطه ليه كيس تلاجة وانت هتفرزيه؟ ايوه، هحط لمدة ساعة كده في الفريزر. هقولك ليه بقى. اهم حاجة عشان الكفر بتاعه ما يتشالش منه بعد ما تتبليه وتحطيه في الكيس كده هوت. وبعدين ما تحطيش الطبقات فوق بعضها، لا. اهم حاجة كمان وانت بتشيلي البانيه، اي زيادات كده من الفيجيتار شيليها من عليه وحطيه كده في الكيس. تمام. هبتدي ان انا ارصهم كده جنب بعضهم بالشكل ده زي ما انت شايفة كده. شايفة اهو، انا مش حطاهم فوق بعضهم ما بين الطبقة والتانية. هحط كده كيس من التلاجة وابتدي ان انا احطهم في الفريزر لمدة نص ساعة. تمام. لو انت مستعجلة ممكن ربع ساعة. تمام كده. طب ليه؟ عشان الكفر بتاعك ما يفكش منك وانت بتقليه. هو ده السر البانيه اللي انا عملته. هحطهم كده في الفريزر، وبعد ما طلعتهم بصراحة كده انا كنت مستعجلة، يعني طلعتهم كده كانوا قعدوا بالظبط كده في الفريزر لمدة تلت ساعة. هنتكلم بقى على النار. النار هنا لازم يكون على الحامي خالص، يعني اعلى درجة كده. يعني خلي النار عندك على العالي. تمام. ويكون الزيت بتاعك يكون سخن جدا جدا قبل ما تحطي البانيه. تمام. واول ما تطلعيه من الفريزر على طول على القلي على طول. شايفين ما شاء الله الكفر ماسك فيه، ما تشالش خالص من مكانه ولا فك خالص. بنفس الزيت برضك احط الحطة التانية. شايفين ما شاء الله الكفر ما بيتشالش خالص، وهو ده سر اللي انا قلتلكم عليه. تمام. هبتدي احط كل الكمية اللي عندي. شايفين بقى ما شاء الله
لا حول ولا قوة الا بالله، حاجة كده ما شاء الله. شايفين؟ عايزة اقولك بقى قرمشة، شايفين القرمشة عاملة ازاي؟ مقرمش جدا، طعم وريحة، واخد لون حلو جدا جدا. اقطع لكم، شايفين ما شاء الله الكفر ما تشالش من مكانه خالص ولا فك كمان في الزيت. جربي بقى واعملي الطريقة دي بالطريقة المظبوطة، وامشي على كل الخطوات اللي انا عملتها في الفيديو، وان شاء الله هيطلع من ايدك زي العسل. شايفين الكفر ماسك فيه ازاي؟ لو وصلت لحد هنا يا قمر ما تنسيش تعمل لايك حلو ولايك جميل، وتعملي اشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد بإذن الله. قطعت لكم كمان واحدة اهي، شايفين الكفر ما تشالش خالص من مكانه، مقرمش جدا جدا، طعم وريحة. اشوفكم في فيديو جديد، مع السلامة.